مساء الخير حبايب قلبي، شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله تكونون بخير وصحة وعافية وسلامة. اشتاقت لكم هواي ورجعت لكم فيديو جديد. جيتكم بطريقة عمل الكبسة العدنية أو اللي يسموه الزربيان العدني. طبخة أولا مختلفة وتنفع للعزايم وللمناسبات، يعني شي كشخة وكلش طيبة، وطعمها يختلف عن المقلوبة وعن المندي وعن كل هاي الأكلات اللي نعرفها. طبعا بالبداية احنا نحتاج العنصر الأساسي هو الدجاج. فاللي قدام احنا راح نسوي البصل، نحمس البصل او نكرمله ونخليه على صفحة. نجي نتبل الدجاج، انا قطعته وغسلته، راح اخلي عليه كركم وكاري وسبع بهارات وملح، وخليت شوية زنجبيل وبهارات قدر همينة. عادي انتم تضيفون البهارات اللي تحبوها. راح نجي بالقدر راح نخلي دهن، طبعا هو الافضل انه يكون دهن. راح نخلي عليه البهارات الصحيحة اللي هي الدارسين، القرنفل، ورق غار، والنومي بصرة. احمسهم شوية حمسة سريعة، وبعدين راح اضيف عليهم الدجاج. راح اظل احمس بالدجاج اللي تبلته بالبهارات لمدة تقريب 10 دقائق، واظل احمس بيه لحد ما على نار عاليه، طبعا مو ناصيه، لان اذا ناصي راح يذوب ميه. انا بالبدايه ما اريد يذوب ميه، اريده يحمس زين. هنا انا ذبست الدهن مالته. هسه راح اجيب بوتيتا اقطعها بهذا الحجم واضيفها عليهم. اهم انا راح احمسها شويه حمسه سريعه، يعني دقيقتين 3. بعدها راح اضيف عليهم الكزبره والثوم والزنجبيل. كزبره انا جفتها او العفو مفرزتها وياكم، وثوم وزنجبيل. اذا عندكم زنجبيل فريش عادي، بس أنا خليت لا زنجبيل بهار. المهم عفتهم همينة 10 دقائق. بعد ما 10 دقائق فتحت القدر وشوف المنظر مال الدجاج شلون صار اللون مالته يخبل. هنا أنا بهذه المرحلة ورا 10 دقائق ضفت كاسة روبة، أي روبة عندكم أنتم تستخدموها، أو الزبادي بغير دول. والبصل اللي مكرمل طبعا مو كله ضفت، لا نصه، لأنه راح أستخدم الباقي. وهم يعني عفتهم 10 دقائق على النار، على نار هادئة. وراها فتحته وضفت عليهم ما يقارب الكوبين مي، أو غطيتهم تغطية، وراح أعيفهم على بالبداية أخليهم يفورون، وبعدين أنص الحركة تحتهم لمدة نص ساعة. هي ربع ساعة كلش كافية، بس أنا أخليهم مدة نص ساعة لأنه أنا أحب الدجاج يكون كلش مستوي. المهم اجيت لهنا التمن خليت له ملح بالبداية للمي وزيت شوية، وراح أبزل التمن بزل اعتيادي. طبعا هذا بزلته وعفته على ما استوى الدجاج ورا نص ساعة كامل. راح أراويكم منظره شلون صار. طبعا صار يخبل والطعم مالته يجنن، لأنه الروبة والكزبرة والثوم تعطيه فالطعم كلش مختلف. المهم حصلت هذا القوام وهذه كمية المي اللي موجودة. هنا هسه راح أضيف عليه التمن المبسول، وأخليه بدون ما أحركه أو أقلبه، لا هيك راح أخليه، مجرد أصف التمن عليه. بعدها راح أسوي خلطة اللي هي زعفران والمي، أو إذا عندكم مي ورد همين خلوا له شوية، بس أنا خليت بس زعفران ومي وخليته بهذا الشكل. وراح أعيفه لمدة تقريبا نص ساعة، وش قد ما تقدرون أنتو لحد ما يستوي. من يستوي ذاك الوقت شنو راح أسوي بالبداية؟ أشيل هذا أصفر، ليش؟ حتى أزين بيه الطبق من أخليه، وبعدين راح أقلبها. طبعا لهنا أنا حبايب قلبي اللي وصل لهنا لا تنسون الاشتراك بالقناة واللايك وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد. وهذه الطبق ندمان اللي ما يجربه، جربوها على هذه الطريقة وانطوني رأيكم بالتعليقات. ولا تنسون تتابعوني على الانستغرام والتيك توك، انشر هناك يومياتي واتفاعل ويا الكل. هذا كان الشكل النهائي للزربيان العدني. الطعم رهيب، أتمنى الكل يجربه. وحبايب قلبي لهنا أنا أترككم في حفظ الله ورعايته، ومع ألف سلامة.